أهلا بيكم في قناة أكلة ترندي. النهاردة هنعمل لكم العيش المصري بطريقة سهلة جدا. شايفين شكله؟ ما شاء الله، وكله منفوخ. هنقدر نفتحه كده. شايفين سخن ازاي؟ لسه طالع. طبعا معروف قد ايه العيش المصري بيبقى صحي، طعمه لذيذ جدا. ناكله بقى جنب ملوخية، فلافل، اي حاجة. بالهنا والشفا. هنعمله بطريقة سهلة جدا. هقول لكم اسرار المخابز ايه، وازاي نقدر نطلعه كله منفوخ زي كده. ما شاء الله، شكله تحفة وريحته جميلة جدا. يلا نقول بسم الله ونبدأ. هنحتاج بالأول معلقة كبيرة من السكر، معلقتين كبار من الخميرة الفورية، كوباية من دقيق القمح الكامل، كوباية من المية الدافية. ونقلب كده. ده أهم حاجة عندنا. الخليط ده هو اللي بيعمل الخميرة. هنغطيه وهنسيبها 10 دقايق كده لحد ما الخميرة تبدأ تتفاعل. هنا أنا جهزت 10 كوبايات من الدقيق مع كوباية من دقيق القمح الكامل، والخميرة جاهزة عندنا هي بعد 10 دقايق. شايفين الفقاعات اتكونت فيها؟ دي أهم حاجة عندنا. في العجان بقى ننزل بخليط الخميرة. شايفين عامل ازاي؟ مع الدقيق أنا استخدمت الدقيق الأبيض ال10 كوبايات والدقيق القمح الكامل. هنا هضيف كوباية من المية الدافية وانزل بالعجان على السرعة الهادية، أقل سرعة عندنا. بنبدأ نخلط كده واحدة واحدة، وكمية المية بنتحكم فيها حسب نوع الدقيق. هضيف كوباية كمان من المية الدافية. دلوقتي هنزل الجوانب كده عشان تختلط كلها مع بعض. هضيف كوباية كمان من المية. كل المية اللي بستخدمها مية دافية، يعني فترة، مش سخنة ولا باردة. دلوقتي هو ده الخليط اللي أنا عاوزاه تقريبا. هبدأ أقلب الجوانب كده وانزل تاني بالعجان، وأعلي بقى السرعة. شايفين العجينة بتاعتنا بتبقى لزجة زي كده؟ هو ده القوام اللي أنا عاوزاه. دلوقتي هرش رشة من الدقيق عليها كده، الدقيق الأبيض، دقيق متعدد الاستعمالات العادي، وأخبط عليها كده بالراحة. وهنغطيها بقى ونسيبها تتخمر لمدة ساعة أو حسب حرارة الجو عندنا. لو الجو برد نسيبها أكتر شوية، ساعة ونص كده. شايفين اتخمرت ما شاء الله. دلوقتي بقى في الصينية هنرشها بإيه؟ أهم حاجة عندنا الردة، عشان الردة دي بتخلي العيش طعمه حلو جدا وفي نفس الوقت ما يلزقش. أهم حاجة نحط على ايدينا شوية دقيق كده، ونبدأ نشكل العجينة على هيئة كور. شايفين أنا حطيتها كده في الدقيق عشان أقدر أتحكم فيها، لأن العجينة لزجة زي ما قلت لحضراتكم. ده شكل الكرة وحجمها. ما تخافوش من العجينة انها لزجة كده، احنا بنتحكم فيها بالدقيق. ولازم تكون كده عشان بتطلع خفيفة جدا جدا. العيش خفيف زي ما قلت لحضراتكم ولذيذ جدا. شايفين ما بقاش يلزق في ايدي ولا حاجة. احنا بنستخدم الدقيق، او لو عاوزين نقطة زيت او مية مفيش مشكلة. شايفين عملت كل الكور كده تقريبا بنفس الحجم. وهنغطيها ونسيبها لمدة ساعة لحد ما تتخمر كويس. اتخمرت عندنا اهي. هرش بقى شوية ردة كده وابدأ اشكل افردها معايا او الكرة. شايفين مش محتاجة حاجة خالص ما شاء الله. العجينة طرية جدا، وما نضغطش عليها واحنا بنفردها. اهم حاجة نرش رشة دقيقة خفيفة كده، منرشش دقيق كتير. نبدأ نفرد بالراحة، ما نضغطش عليها عشان يطلع العيش بتاعنا خفيف.
ونحطه على ورق زبدة عشان اقدر اتحكم فيه، وعلى الفرن. الفرن بتاعنا طبعا تكون درجة حرارته اعلى حاجة، ونكون مسخنينه قبلها بنص ساعة كده. وبعدين لما يتحمر، لو ما اتحمرش معانا العيش، في اخر 5 دقايق بنشغل عليه الشواية. لو ما عندناش نار من فوق ومن تحت بنشغل عليه الشواية بيتحمر الوش عادي، مفيش مشكلة. لو عندنا نار من فوق ومن تحت عادي بيطلع متحمر. شايفين شكله ما شاء الله نافخ ازاي، وده لسه بيطلع. انا قلبه الصاج كده وبحمر اهو تحت الشواية. شايفين شكله حلو ازاي ما شاء الله، وده شكله بدأ يتحمر اهو، وكله العيش كله طلع منفوخ زي ما حضراتكم شايفين اهو. بيطلع خفيف جدا ولذيذ ما شاء الله عليه. لما طلع من الفرن اهوت متحمر، وريحته حلوة قوي، وشكله يفتح النفس. وعملنا في البيت، مش محتاجين فرن مخصوص ولا حاجة، ولا محتاجين نشتريه من الأفران، نعمله بطريقة سهلة. شايفين ما شاء الله. طبعا موضوع الردة ده بيخلي العيش طعمه لذيذ جدا. واللي مش حابب يحط ردة ممكن نستخدم تحتيه دقيق السميد اللي هو بتاع البسبوسة، فما بيبهدلش الدنيا كده، بيمسك في العيش عادي. واللي حابب يستخدم ردة يستخدم، واللي ما عندوش ممكن يستخدم دقيق القمح الكامل يحط تحتيه، بيطلع حلو برضه، اللي هو الدقيق الأسمر. بس لو عملته بالطريقة دي هيطلع تحفة. جربوه بنفس الطريقة. شايفين ما شاء الله شكله حلو ازاي لسه طالع من الفرن. يلا بقى نجهز الملوخية كده وناكل جنبيها العيش الحلو ده. ولو عاوزينه ينشف يطلع محمص يعني، ممكن نسيبه على نار هادية بعد ما يقب كده، على نار هادية شوية، نهدي النار يعني في الفرن، ونسيبه ربع ساعة ويطلع ناشف وروعة ما شاء الله. ما شاء الله على شكله. شايفين شكله حلو ازاي، شايفين خفيف قد ايه. وبالهنا والشفا، اشوفكم بأكلة جديدة. مع السلامة.